هذه واحد السنة ولا سنة ونصف في هذه القاعة كنت قلت بأن أوروبا خصها تخرج من مجال الراحة اللي كان عندها لا زون دو كونفور، وشفناها منذ الموقف الألماني اللي كان في يناير 2022. شفنا لما قام السيد رئيس الحكومة الإسبانية بزيارة للمغرب وبعد لقائه مع جلالة الملك كان الإعلان المشترك من إسبانيا، واللي هي عندها معرفة قوية بهذا الملف بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا كذلك. جاء الموقف الهولندي، جاء الموقف البلجيكي، جاء موقف اللوكسمبورغ، جاء الموقف الهنغاري، جاء الموقف السلوفاكي، جاء الموقف ديال قبرص، وجاء اليوم كاين واحد 10 ديال الدول اللي هي اعضاء في الاتحاد الاوروبي اللي مشات في هذا التوجه. كاين هذا التطور على مستوى اوروبا، وانا قلت 10 دول اليوم من الاتحاد الاوروبي اللي غادا في هذا التوجه، ودول اخرى غادي تلتحق بها. وكان شار لها جلاله الملك محمد السادس في خطاب العرش في هذه السنه بذكر هذه الدول اللي مشات في هذا التوجه. ونفس التوجه كنشوفوه في دول اخرى. اليوم 38 دوله في افريقيا اللي كتستعلن عن دعمها لمبادره الحكم الذاتي، بالاضافه ل 30 اللي فاتحه القنصليه. كاين دول في اسيا، في المحيط الهادي، في الكاريب، دول عربيه. اذا فبحال قلت القطار غادي،